بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في المنطقة الخامسة في بيتك. بصوا يا جماعة، أي شجر عندي بالطريقة دي خلاص، أي شجر عندي بالطريقة دي خاصة في أشجار الموالح البرتقال، الفرع يعلى بالطريقة دي منسيبوش يعلى كده. النبات بيحصل في حاجة اسمها السيادة القمية. السيادة القمية إن في فرع معين بيقعد يطلع كده لفوق مع نفسه. لو أنا سبته الشجرة هتعلى فوق بدون فروع جانبية، بدون فروع جانبية. لما بنيجي أي فرع عندي بنقصه، خلاص الفرع ده هنيجي ونقصه على برعم، على برعم يعني فوق ورق على طول اهو هنا، هنقص بزاوية خلاص هيديني فروع جانبية. يبقى أي حاجة فيها سيادة قمية زي كده ما نسيبهاش نقصها. يفضل دايما بعد القص إن أنا أرش أي حاجة فيها نحاس، كبريتات نحاس، سكلور نحاس، أكسيد نحاس، أي حاجة فيها نحاس، أو أرش حاجة زي سلفونات المصايل لازم، أو كبريت ميكروني على الأقل. لازم أي حاجة أقصها أطهرها بالفطري بعد القص مباشرة. يبقى أي حاجة فيها سيادة قمية بالطريقة دي ما نسيبش الفروع اللي واخدة السيادة القمية دي، لازم تتقص عشان تديني فروع جانبية هي اللي هتشيل الطرحة عندي.